كل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي. خلاص بقى بكرة رمضان. النهاردة عايزين نحضر شوية حاجات كده. انا عايزة اقول لكم في الاثناء دي انا حاطة الفول بتاعي على النار بيتدمس. حطاه طبعا في حلة الضغط علشان انجز في الوقت. وهنا عايزة اعمل سيرب علشان الولاد طلبوا مني بصراحة بكرة زلابية، فانا قلت اعملها واجهزها واشيلها في التلاجة تكون جاهزة. هنا معايا كيلو من السكر، هحط له 4 كوبايات من المية. هو المج اللي قدامكم ده بمقام كوبايتين لان هو مج متوحش شوية، فانا هحط مرتين بالمج يعني 4 كوبايات. خلاص كده. ومعايا هنا ليمونة كبيرة هحصرها علشان طبعا السيرب اللي معانا ما يسكرش. ايوه احصري ليمونة كبيرة كده. وكمان يا جماعة الفيديو اللي انا كنت عاملة فيه تفريزات رمضان برضو اما كمان فرزنا البرتقال مع بعض، كنت شلت اهو بص اللي قدامكم ده بشر برتقال او بشر برتقال، عملت كتير كده وشلته معايا. هناخد معلقتين كده منه في السيرب، هيخلي نكهته قوية جدا وهياخد الحلويات الشرقية بتاعتك في حتة تانية اجمل بكتير من الفانيليا الحقيقة. هنقلب السكر كده وما تخافيش، لان في ناس كتير بتقول لو قلبت السكر كده في السيرب هيسكر في الحلة في جوانب الحلة وهيبوظ منك. لا خالص، وهثبت لكم دلوقتي عملي. خلاص كده يا جماعة، نجيب بس معلقة كده ونصطاد بقى البذر ده. ايوه، هنشيله بالشكل ده. اعملي كيلو سكر وانسي خالص بقى موضوع السيرب ده. زي ما قلت لكم الولاد طلبوا مني زلابية، فانا قلت اجهزه من بالليل كمان لما يقعد في التلاجة تاخدي منه نتيجة افضل بكتير. عايزة اقول لكم عندي في الفريزر ازازة كبيرة، بعمل يعني بملاها كده وبخليها، وما تخافيش مش هتتلج منك ولا اي حاجة. مجرد ما انت عايزة تستخدميها خرجيها قبلها مثلا قولي 10 دقايق هتلاقيها فكت. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هنرفعه على النار لحد ما يغلي يا جماعة بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين كده. بصي بشر البرتقال حلو جدا، وزي ما انتوا شايفين برضو الجوانب بتاعة الحلة اهي، ولا بقى سكرت ولا الكلام ده كله. من وقت للتاني اديله تقليبة كده وما تخافيش خالص ولا هيجراله اي حاجة. خلاص كده يا بنات، هو كده تقريبا خلاص. بصي هو اخد حوالي 10 دقايق، من 10 دقايق ل12 دقيقة. سيبيه على نار عالية من وقت للتاني، قلبيه زي ما قلتلك هتاخدي منه نتيجة خطيرة، ولا هتضيفيله اي اضافات تانية ولا اي حاجة. هو مجرد بس ما هيبرد هتلاقيه تقل، وكمان نكهته قوية جدا زي ما قلتلك. عايزة تضيفي فانيليا اوكي، بس هو الحقيقة يعني بشر البرتقال ده بيبقى جميل جدا وريحته حلوة قوي. خلاص كده بعد ما نزلناه من على النار اهو بالشكل ده. هو طبعا لسه سخن جدا فهتحسي معاكي ان هو سائل شوية بعض الشيء، لكن هو اول ما هيبرد هيدخل التلاجة هيتقل وهيبقى روعة معاكي. جربيه ان شاء الله باذن الله هيعجبك كتير كتير، لان نكهته بتبقى قوية جدا. بصي كمان انا عايزة اوريلك شكله اهو من عن قرب. بصي ولا سكر ولا اي حاجة خالص، رغم ان انا قلبته كذا مرة، يعني عكس الكلام اللي بيتقال. أهو شايفة الحلة، دخلت لكم في الحلة كده زوم على طول علشان تشوفوا اللي انا الكلام اللي انا بقصده يعني. جربي ان شاء الله باذن الله يعجبك كتير. بس كده، وده كان